نفخ بروحي قال لي اسا الله ما امر اخذ لك روحها، وعمل هيك ونفخ. نحن هلأ موجودين مع الباشا لحتى نخلّيه يجاوب على الأسئلة اللي سألوا إياها الناس، يعطيك العافية. الله يعافيكي، الله يعافيكي. هلأ أول شغلة، أول سؤال إجاك، شو عرّفك إنه هذا عزرائيل وكيف كان شكله؟ والله ما بكذب عليك يا عبلك، انا غبت عن الوعي، بس قديش ما بعرف، بس غبت عن الوعي. يعني متت ورجعت، يعني وقف قلبي يعني شغلت دقايق. واجاني وقت عزرائيل بياض، اقسم بالله بياض. نفخ بروحي قال لي اسا الله ما امر اخذ لك روحها، وعمل هيك ونفخ. رجعت الروح بقدرة قادر، والله قادر على كل شيء يعني. طيب هلأ كمان سألوك إنه شو تغيّر فيك بعد الحادثة اللي صارت عندك؟ معقولة ما زاد إيمانك برب لا، العالمين؟ انا من اول ايماني زايد الحمد لله، وبآمن بالله وبآمن بهالحياة. يعني ما زاد شيء معي، من اول انا كنت بآمن بالله. مو لانه صارت قصة معي آمن بالله، لا، انه عبرة. انا من اول بخاف الله وبآمن بالله وبساعد الناس، والناس بتحبني. يعني ما اكذب عليك، زاد شيء بحياتي؟ لا، ماشي طبيعي. ومن اول بخاف الله، والحمد لله. طيب في حدا قال لك إنه ما حدا مات ورجع، شو بتحب تقول له أنت؟ بقول له لا، في كثير ناس ماتت ورجعت، انه الله قادر على كل شيء، يحيي العظام وهي رميم. رب العالمين هاد، مو سبحان الله. عبالك انا صارت معي، شفته ونفخ لي، رجع لي روحي بقدرة قادر. لا، في الحمد لله، الله قادر، الله قادر، الله قادر. طب الحادثة بالضبط من كم سنة صارت معك؟ صلى معي هلا 7 سنين. بأي مشفى كنت؟ انا اخذوني اسعاف، اللي اسعفني الدكتور حكمة الصوص. اخذوني لعنده اسعاف، دغري قال لي افتح تمك، سقط لي حبه بتمي، وقال لهم لاهلي 5 دقائق 6 دقائق. الله يعطيك العافيه. اقرب مشفى من الشاغور للمشتهى 3 دقائق، اسعفوني دغري على المشفى. 3 دقائق كنت بالمشفى الحمد لله. بعد منا صحيت، اخذوني على المهيني، دغري ركبوا لي بالونين وشرايين الابهم الكبير. هذا الابهم ما له حله، مو انه شريان واحد وقف معي، لا، الكبير اللي بيضخ على القلب كله، هذا اللي وقف لي قلبي. والله نجاني بحسبة مين ما بنعرف، بس الله قادر على كل شيء. طيب شو أكتر عبرة تعلمتها بعد الشي اللي صار معك؟ أو أكتر شي تغيّر فيك؟ والله ما بكذب عليك، ما تغير معي شيء، هي نفسها يعني. ما يعني الحمد لله بخاف الله وبآمن بالله. يعني الحمد لله، ما بدي اكذب عليك اقول لك والله تحسنت ولا زاد صلاتي ولا زاد عبادتي. هي عبادتي هي، وايماني بالله مثل ما هو. طيب شو بتحب تقول لهم لهدول الناس اللي كتير سألوا إنه مو معقول أو هذا الشي ما ممكن يصير أو كذا، شو بتوجه لهم رسالة وشو بتحب تقول لهم؟ والله بوجه لهم اياها، الله لا يدوقها لحدا اول شيء. لاني مثل ما قلت لك، انا تقل 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 لا يوصف التقل. حتى حكي ما قدرت احكي، لانه قلت لك الابهم الكبير سكر عندي. قلت لك الله قادر على كل شيء، وسبحان الله يحيي العظام وهي رميم. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال.